شوبير بيكشف قرار اتحاد الكورة في حال اعتذار الأبيض عن نهائي السوبر المصري. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن السيناريو الأقرب لتطبيقه من اتحاد الكورة المصري في حال اعتذار الزمالك عن خوض نهائي السوبر المصري في الإمارات بسبب أزمة اللاعبين بعد مواجهة بيراميدز. وكان الإعلام أحمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك قد أوضح عن تفكير مجلس الإدارة في إصدار قرار بالاعتذار عن خوض نهائي السوبر المصري أمام النادي الأهلي بسبب حالة التعنت في أزمة اللاعبين. وقال شوبير في حال لو اعتذر نادي الزمالك ولو لم يلعب المباراة النهائية فذلك اتحاد الكورة لا يفكر في تلك الحالة في إعلان الأهلي بطل للبطولة السوبر. وأضاف شوبير في تصريحاته اتحاد الكورة بيدرس اعتبار بيراميدز متأهلا لنهائي السوبر لمواجهة الأهلي في النهائي. وكان الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبا الزمالك قد تورطوا في مشادة مع أحد أفراد الأمن باستاد آل نهيان عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المحلي، مما أدى إلى تقديمهم للنيابة العامة بالإمارات لسماع أقوالهم. وفي حال انسحاب الزمالك سيكون الأهلي في مواجهة بيراميدز يوم الخميس القادم.